بسم الله الرحمن الرحيم. عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ومر صلى الله عليه وسلم بقديد على أم معبد الخزاعية، وأراد ابتياع لحم أو لبن منها، ولم يكن خباؤها لشيء من ذلك قد حواه، فنظر إلى شاة في البيت قد خلفها الجهد عن الرعية، فاستأذنها في حلبها فأذنت، وقالت: لو كان بها حلب لأصبناه. فمسح الضرع منها ودعا الله مولاه ووليه، فدرت، فحلب وسقى كل من القوم وأرواه، ثم حلب وملأ الإناء وغادره لديها آية جلية. فجاء أبو معبد ورأى اللبن، فذهب به العجب إلى أقصاه، وقال: أن لك هذا ولا حلوب بالبيت تبض بقطرة لبنية؟ فقالت: مر بنا رجل مبارك كذا وكذا شتمانه ومعناه، فقال: هذا صاحب قريش، وأقسم بكل إلهية بأنه لو رآه لآمن به واتبعه وداناه. وقدم صلى الله عليه وسلم المدينة يوم الاثنين 12 شهر ربيع الأول، وأشرقت به أرجاؤها الزكية، وتلقاه الأنصار، ونزل بقباء، وأسس مسجدها على تقواه. عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وكان صلى الله عليه وسلم أكمل الناس خلقا وخلقا، ذا ذات وصفات سنية، مربوع القامة، أبيض اللون، مشربا بحمرة، واسع العينين أكحلهما، أهدب الأشقار، قد منح الزجاج حاجباه، مفلج الأسنان، واسع الفم حسنه، واسع الجبين، ذا جبهة هلالية، سهل الخدين، يرى في أنفه بعض حديداب، حسن العرنين، أقناه، بعيد ما بين المنكبين، سبط الكفين، ضخم الكراديس، قليل لحم العقب، كث اللحية، عظيم الرأس، شعره إلى الشحمة الأذنية، وبين كتفيه خاتم النبوة قد عمه النور وعلاه، وعرقه كاللؤلؤ، وعرقه أطيب من النفحات المسكية، ويتكفأ في مشيته كأنما ينحط من صبب ارتقاه، وكان يصافح المصافح بيده الشريفة، فيجد منها سائر اليوم رائحة عبهرية، ويضعها على رأس الصبي، فيعرف مسه له من بين الصبية ويدراه. يتلألأ وجهه الشريف تلألؤ القمر في الليلة البدرية، يقول: نعته لم أرى قبله ولا بعده مثله ولا بشر يراه. عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وكان صلى الله عليه وسلم شديد الحياء والتواضع، يخصف نعله ويرقع ثوبه ويحلب شاته ويسير في خدمة أهله بسيرة سرية، ويحب الفقراء والمساكين، ويجلس معهم ويعود مرضاهم ويشيع جنائزهم، ولا يحقر فقيرا أدقعه الفقر وأشواه، ويقبل المعذرة ولا يقابل أحدا بما يكره، ويمشي مع الأرملة وذوي العبودية، ولا يهاب الملوك، ويغضب لله تعالى ويرضى لرضاه، ويمشي خلف أصحابه ويقول: خلوا ظهري للملائكة الروحانية، ويركب البعير والفرس والبغلة وحمارا بعض الملوك إليه أهداه، ويعصب على بطنه الحجر من الجوع، وقد أوتي مفاتيح الخزائن الأرضية، وراودته الجبال بأن تكون له ذهبا فأباه. وكان صلى الله عليه وسلم يقل اللغو، ويبدأ من لقيه بالسلام، ويطيل الصلاة، ويقصر الخطب الجمعية، ويتألف أهل الشرف، ويكرم أهل الفضل، ويمزح ولا يقول إلا حقا، يحبه الله تعالى ويرضاه. وها هنا وقف بنا جواد المقال عن اضطراد في الحلبة البيانية، وبلغ ضاعن الإملاء في فدافد الإيضاح منتهى.